أهلا وسهلا، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ جيتكم اليوم بوصفة روعة هائلة، كلاص بحجم عائلي بمذاق الكراميل بالفاني بكاع المذاقات تجمعوا فيه. ما نعاودش لكم كيف كيجي المذاق ديالو. اجيو معايا كاملين نشوفوا المقادير والطريقة. اول حاجة غنحتاجو هي نصف لتر ديال الحليب كامل دسم، علبة ديال الكلاص في عوض الكريم شونتي ديروه البنات، هاد الكلاص كيجي احسن، علبة ديال الفلون هذا ديال 4 دراهم، وكأس ديال نيدو حتى هو ضروري في هذه الوصفه، وعلبه ديال كريم كراميل هكا ديسير دانيت. وصافي غناخذ هكا بول اللي يكون بارد وحليب اللي يكون عندي في المجمد، يعني يكونوا فيه قطع ديال الثلج، ضفتو زدت عليه الفلون ديال الكراميل، والساشي الاخر غنخليوها للتزيين اللي كتكون معاه صغيوره. غنزيدو الكأس ديال نيدو، وصافي هاد الكريم اولا الديسير ديال دانيت بنكهه الكراميل، وغنزيد هاد العلبه ديال الكلاص اللي حتى هي البنات دخلوها المجمد حتى تبرد مزيان مزيان باش هكا دغيا يطلع معنا الكريمه. وصافي دابا غنطلع الكريمه اللي عندي كامله. صدقوني هاد الكلاص الا جربتوه غيبقى معتمد عندكم الصيف كامل ان شاء الله. صافي هنا كنبقى كنحرك، ما خصنيش نطلع هاد الكلاص بزاف باش هكا ما يجينيش داك القوام الثلجي، بغينا القوام ديالو يجي كريموز. شوفوا البنات لا كريم خصها تكون بهذا القوام هذا بالضبط. صافي هنا كنكونوا اكتفينا بالقوام اللي بغينا. وجدت هكا واحد المول ديال السيليكون اللي هو اللي غنصايب به هذوك لي بول اللي غنزين بهم، غنحط فيه بشكل متساوي كيف كتشوفوا. صافي ندير ليه هكا واحد الخبيطات اللي خفاف باش نقاد السطح ونشوف لا خصني نزيد. صافي هكا كنبقى حتى كنقاد هذوك لي بول مزيان يجوني بحجم واحد كاملين. وصافي هذا مكان دابا ان شاء الله نحط هكا تحتهم شي حاجه هكا اللي قابطه راسها، وغنغطيهم بالسلوفان وندخلهم للمجمد. صافي بما تاني وجدت الطبقه الاخرى اللي هي الرئيسيه. صافي هنايا كيف قلت لكم راه غندخلها المجمد ونرجع باش نكمل معاكم. هنايا خديت واحد السيرك اللي يمكن لكم تستعملوا اي حاجه ولا مول ديال السيليكون اللي متوفر. صافي هنايا غناخذ كوكيز كينغ. شكون ما كيعرفش كوكيز كينغ فينا؟ صراحه كيجي واعر في هذه الوصفه هذه. غنشدو هكا نبقى نفرتو مزيان مزيان، ولا هكا حطوه طبقه هو الاول وعاد فوق الكلاص، مهم كيف ما حبيتو. انا هذه هي الطريقه ديالي فيه، صراحه كيجي موزع على المول والكلاص كامل. صافي هكا كيف كتشوفوا السلوفان كنديروه باش ما كيخرجش لينا الخليط من التحت. وصافي كنحط الخليط اللي عندي كامل بهذا الشكل هذا. وركزوا معايا القوام يكون البنات كريموز باش تحصلوا على واحد الكلاص اللي يكون كريمي ماشي مثلج. صافي دابا غنغطيه بالسلوفان وغندخلو للثلاجه على الاقل واحد 6 ساعات في المجمد حتى يقبط راسو مزيان. وصافي البنات هنا من بعد ما خرجتو غنديمو ليه الطريقه ديالو ساهله ماهله. كنحيدو السلوفان هكا صافي، وهذاك القاع اللي كان هو اللي غنردوه لوجه ولا اللي بغيتو. المهم نتوما كتشوفوا الجهه اللي مقاده عندكم هي اللي ديروا. وصافي هنايا خديت واحد الغابيل بالكوكيز كينغ، خديت شويه من دانيت هذاك الديسير اللي خدمت به في الاول، والساشي اللي عندي ديال الفلان اللي قلت لكم، الساشي اللي كتكون مع الفلان. صافي هنايا شوفوا لي بول كيف كيجي، وصراحه كيعطيو منظر اللي واعر. وكنكمل هكا بديك الساشي نزين، وهنا كنكون حصلت على واحد الكلاص اللي كيجي واعر واعر واعر. راه واخا نوصف لكم حتى تجربوه ان شاء الله عاد غتردوا عليا الخبار. ما تنسونيش من لي كومونتير ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو هكا مع العائله الحباب، شي واحد عزيز عليكم وعارفين عز عليه الكلاص صيفطوا ليه. شوفوا يا البنات، شوفوا كيف كيجي، شوفوا لي المنظر كيف كيجي. صراحه يستاهل انكم تجربوه، وضروري ماشي يستاهل ضروري تجربوه. شوفوا البنات نقطع معاكم شويه باش تشوفوا كيف كيجي القوام ديالو. صراحه كيجي واعر واعر واعر. واخا نعيا نوصف لكم ما نقولش لكم كيف كيجي حتى تجربوه ان شاء الله. والى عجباتكم الوصفه بطبيعه الحال لايك وابوني وبارطاجيو الوصفه كيف العاده مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وبالصحه والراحه نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده لهذا الصيف هذا. باي باي، تهلاو ليا في راسكم.